تخيل معايا انك ملك بتحكم آلاف البشر وقصرك مليان دهب والكل بينفذ أوامرك، بس في لحظة واحدة كل ده بينتهي. لحظة واحدة بس جسمك بيضعف ونفسك بيتقل والموت بيقرب. بس هل دي كانت النهاية بالنسبة لك؟ لأ. طب ليه؟ لأنك فرعون ما يموتش. فرعون لازم يعيش بعد الموت، بس ازاي؟ وايه اللي كانوا بيعملوه عشان ده يحصل؟ النهاردة هحكي لك على أغرب خطة خلت بيها الفراعنة نفسهم، والخطة دي حرفيا ما فيهاش هزار. وأول جزئية هنبدأ بيها حلقة النهاردة هي الفرعون ما بيموتش. الفرعون ما كانش مجرد حاكم، لا ده كان إله حي على الأرض بالنسبة لشعبه، يعني ما ينفعش يموت زي أي حد. الفرعون كان بيجهز لموته من أول يوم يمسك فيه الحكم. تخيل كده، من أول يوم يقعد فيه على العرش وهو بيفكر في يوم ما يموت، بس مش لأنه بيخاف من الموت، لأ، لأنه بيخطط إزاي يعيش بعد الموت. ودلوقتي هنبدأ في الكلام عن الجزء التاني من حلقة النهاردة، وهي كتاب الموتى. الفراعنة أمنوا إن في حياة بعد الموت اسمها العالم الآخر، بس مش أي حد يعرف يدخل العالم ده، لأ ده كان لازم تكون محضر نفسك ليه كويس جدا. عشان كده كتبوا كتاب اسمه الخروج في النهار، او زي ما بيتقال عليه دلوقتي كتاب الموتى. الكتاب ده فيه كل حاجة، تعويذات، صلوات، خطوات، كل مشهد ممكن يحصل للملك بعد الموت متسجل جواه بالتفصيل. يعني الكتاب ده كان يعتبر GPS بتاع الفرعون في العالم الآخر، ولو الملك ما استخدمهوش صح هيروح يتاكل قلبه من وحش اسمه آميت ويموت موتة تانية أبدية. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن التجهيزات اللي مش طبيعية في القبر. قبل ما الملك يموت كانوا بيجهزوا له حاجات أغرب من الخيال، تماثيل صغيرة اسمها الأشبتي تخدمه بعد الموت، وأسلحة وذهب وسفن كاملة بتتحط في القبر عشان يفضلوا معاه في العالم الآخر. يعني ببساطة القبر كان نسخة تبكي الأصل من حياة الفرعون. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن التحنيط، واللي كان بيعتبر سر كبير. تحنيط الملك مش مجرد حفظ للجسم، لا ده كان علم كامل، في كهنة متخصصين بيشتغلوا بأساليب سرية جدا ومش أي حد يعرفها. مثلا القلب بيتشال وبيتحط في صندوق خاص، والمخ بيتسحب من الأنف بطريقة معقدة جدا، وكل عضو بيتشال وبيتحفظ في أواني يعني علب اسمها الكانوبيك. والأغرب في طقوس سرية جدا كانت بتتقال وقت التحنيط عشان الروح ما تتوهش وتلاقي الجسم بعد كده. يعني الفراعنة حرفيا كانوا بيخلوا الموت عملية فيها رجوع مرة تانية. ودلوقتي هنبدأ نتكلم عن ليه الفرعون ما كانش بيموت زي غيره. الفرعون بالنسبة له الموت مش نهاية، لا ده كان مجرد بداية لحاجة أعظم. هيمر باختبارات في العالم الآخر وهيتقابل مع آلهة كتير، ولازم يقرأ التعويذة الصح في الوقت الصح، ولو نجح في كده هيوصل لأرض اسمها أرض الخلود ويعيش هناك كرع الجديد أو كالإله الجديد، وهيعمل من الآخرة. والفرعون كان شايف ان الموت مجرد مرحلة مش النهاية الأبدية ليه. ودلوقتي هنتكلم عن آخر جزء في حلقة النهاردة، وهو جوه غرفة الأسرار. وسط ضوء المشاعر اللي خافت، الكاهن العظيم واقف قدام جسم الملك اللي موجود على الطاولة الحجرية، وصوته منخفض بس مرعب، وهو بيتمتم بكلمات زي روحك هتعدي في 7 أبواب، كل باب فيه وحش بيحاكمك على ذنوبك. وفجأة بيتفتح باب سحري من الجدار أو من الحيطة، وبيخرج منه صندوق من الذهب وعليه أحجار كريمة وجواه قناع الموت. والقناع ده مش مجرد زينة، لأ ده بوابة بتربط بين عالم الأحياء وعالم الأموات. والكاهن بص للجنود وقال ادفنوه، بس خليكوا فاكرين الجسم بيدفن انما الملك لازم يرجع. والجنود بيشيلوا الجثمان، بس قبل ما بيخرجوا من جوه الأوضة الشموع كلها بتطفي لوحدها، وصوت مرعب خرج من العدم وبيقول أنا لسه هنا. الملوك بيموتوا، بس ملوك مصر بيخططوا لحياتهم بعد الموت أكتر ما خططوا لحكمهم وهم أحياء. أسرار التحنيط وتعويذ مكتوبة بالدم
وخدم بيدفنوا أحياء وتماثيل بتتحرك بالليل. هل دي كانت طقوس دينية ولا استعدادات لحرب جاية في العالم الآخر؟ الحلقة الجاية هنغوص في أكتر المقابر المرعبة اللي تم اكتشافها، ونفك الطلاسم والرموز اللي عمرك ما سمعت عنها. بس ما تنساش تشترك وتفعل الجرس، لأن اللي جاي أخطر بكتير.